السلام عليكم يا خواتي. ما تتصوروش قداش انا فرحانه اني نكون معاكم اليوم. حقيقه كاين له حلم تحقق انه الانسان يجي لتونس ويجي لها المنطقه الحلوه ذي اللي كنت شاهيه نزورها. انا زرتها احيانا لكن مرور معناتها كما قلت لك كتوريست، لاني انا نعيش في فرنسا، لكني في فرنسا ننتقل ياسر في انحاء البلاد لاني عندي نعمل معناتها محاضرات عن الاسلام. فلما مشيت لجنوب فرنسا تولون، شيرت نيس، شيرت مارسيل، سمعت الناس تحكي على مهاجرين توانسه اللي جاوا من شمال تونس وخاصه منزل جبيل، منزل عبد الرحمن بن زرد. تعرف ايش يقولوا عليكم وايش يقولوا على خيالكم، خاصه الفرنسيس اللي استدعاوني، يقولوا عشرتهم حلوه ونساهم كابابليه. هذا اللي يقولوا، صدقوني هذا اللي سمعته. يقولوا انه انسان اللي جاوا والعائلات اللي جات واستقرت عندنا هنا زادتنا حاجه في مدننا. نلاحظوا اللي ولادهم متربيين، نساء تحب القرايه، قال لهم ثم معلمه قالت لي نعرف راهو الولاد اللي ينجح هو اللي امه ديما وراه اكثر حتى من ابوه، خاطر نعرف اللغات تخدم. شوف الصدفه يعني، والحمد لله هي ماهيش صدفه، هي معناتها مقادير من عند رب، من عند ربي سبحانه. انا تمنيت انه نجي لها المنطقه هذه ونشوفوا خيال ونشوفوا خيال الناس اللي قابلتهم غاديكا، واللي الحمد لله عاملين لنا سمعه باهيه، اللي من سنين وسنين عايشين مع الفرنسيس ورافعين لنا راسنا. اذا هذا خلاني اليوم نجي معاكم، ولكن اللي جابني حاجه اخرى، جيت مع خياتي اليوم زاد كعضوه في حزب النهضه كبنت تونس عايشه في باريس، وربما انتم عشتوا هنا 23 سنه كما قالت لك المراه في التلفزه وقت شفناها في علول الثوره، والمراه من رقابه ظنها ما شاء الله قالتها بطريقه حلوه ياسر، قالت 23 سنه 23 سنه وهو كانت منا على انفاسنا. ربما انتم عشتوا 23 سنه كانت منكم على انفاسنا، على انفاسكم، واحنا كذلك عشنا 23 سنه في الخارج زاد انفاسنا مقطوعه، خاطر ثم شكون يحب يروح وما يقدرش، ثم شكون يسمع لامه العزيزه معناتها مريضه وما يقدرش، ثم شكون يحب يحضر على كبر ابوه ويبدا معاه وشاد يده وما يقدرش. ما عليناش، الكل تعدى والحمد لله. يعني كيف ربي جاب لنا هالقدره هذه واعطاها لاولادنا وبناتنا الشباب، لكن اعطاها لكم انتم، خاطر انا نتصور كل ام تونسيه تحب هالبلاد، كل ام تونسيه عندها اراده، كل ام تونسيه ما تحبش الظلم، عدات لولدها ولبنتها الشعور بالكرامه، وقت لازم ولدك ولا بنتي تعرف نهار تعرف على راسك، ولذلك اولادكم رفعوا رؤوسهم، ولذلك اخواتكم رفعوا رؤوسهم، ولذلك بناتكم رفعوا رؤوسهم، وقلتوا لا ستوب يس باستا وين ماشي. بون توا بعد هالثوره هذه، بعد ما كيما شرحت لكم التحديات اختنا هدى، انا بصراحه نحب نتقاسم معاكم حاجه اخرى. اللي نحب نتقاسم معاكم اليوم حلمي الجديد اللي نحلم به من اللي انا وعيت ومن اللي انا فهمتش معناها اني نكون تونسيه عربيه مسلمه، واللي هذا اللي خلاني نعيش حتى في بلاد الغربه، واللي هذا اللي نحب نعديه ولادي وبناتي في بلاد الغربه. نحب نتقاسم معاكم الحلم هذايا اللي كيف تريد اليوم، ولا ثم حريه الحمد لله وان شاء الله نحافظوا عليها، ولا المسلم في تونس يقول مسلم وتونسي هو فرحان، مش كان يقول تونسي وكيف يقول مسلم كانه سيدي ينحيهم تبعات يقولوا لي تنقص من تونسيتك. لا يا سيدي انا عندي الاولويه هنا في البلاد هذه، هذه بلاد سد الفرات، هذه بلاد الامام سحنون، هذه بلاد العزيز عثمان، اي نعم، هذه بلاد فاطمه الفهريه هي اختها اللي عملوا مسجد القرويين في فاس، هذه بلاد القيروانيات اللي تو نحكي لكم عليهم اللي جابوا لنا حقوق معناتها من 12 قرن قدام التالي عفوا. إذا كنا كيف نقولوا هكا مسلمين ونحبوا ديننا وهويتنا عربية مسلمة، فما شكون يقحلك يقول لك واش تعمل هنا؟ اش بها سيدي؟ تونس هي بلاد القرى؟ ولا شنو؟ احنا جايين من هبطنا من القمرة؟ لا، احنا طلعنا من التراب البلاد هذه، من تاريخها، من ذكرياتها، واللي بتحمل الذاكرة هذه هي خاصة الأم. كما قالت أختي هدى قالت الجدة، اي نعم. أنا اللي خلاني نعتز بتونسيتي، اللي خلاني ديما معناتها حتى وانا في فرنسا نكتب عليكم، نكتب على نساء تونسيات، على نساء عربيات، هي كانت ذاكره عطتها لي جدتي. محبه ارض بلادك ومحبه القيم تاع بلادك، ولكن ذلك اللي تعلمته على ديني
واللي تعلمته من والدي الله يرحمه. انا بابا الله يرحمه كان زيتوني، كيما احتمال برشا ناس في المنطقه دي وكيما برشا وفياتنا، وتعلمت منه. تعرف اول حاجه شنو هي؟ اني نعتز اني امراه مسلمه، اني طفله مسلمه. ولذلك اقول لكل الاباء ونقول لكل الامهات، راكم انتم اللي تتعدى منكم المساج، انتم اللي تعطيون المثال لاولادكم. فك الاعتزاز بالاسلام هذاك راهو يعني كنز كبير تعطيه لبلادكم وولادكم، خاطر هو اللي يعتز بدينه ويعتز بوطنه. اللي يحب دينه يحب هويته، اللي يحب هويته، اللي يحب ليدونتيتي نتاعو، اللي يحب شخصيته، يحبها ديما هي مرفوعة الراس، يحبها ديما هي قدام. على ذلك بالنسبة لي حب الوطن من الإيمان، وحب الإيمان حب الوطن. احنا رانا ماناش معناتها الإنسان نقول نحب مشروع هكا إسلامي مثل هو، لا، نحب مشروع مجتمع تونسي، تونسي أصيل بهويته العربية، هويته الإسلامية وحديث، ونوصلوا أحسن من ماليزيا، ونوصلوا أحسن من سويسرا. علاش؟ خاطر تجتمع عندنا محبة جذورنا، تجتمع عندنا الافتخار بشخصيتنا وبتاريخنا، وكي يبدا العبد عنده كنز ومعتبر اللي شخصيته كنز واللي ثقافته كنز. ايش يحب يعمل؟ يحب يطورها، يحب يزينها، اللي يحب بلاده يحبها نظيفه، ويحب كذلك انها تكون مثال. وانا نؤمن بالمثال التونسي باذن الله، باذن الله تونس العربيه المسلمه الحديثه الديمقراطيه باش تكون مثال. على ذلك انا قلت اللي تعلمته معناتها انه اعتزازي بامراه تونسيه ومسلمه وقت كنت صغيره. احنا 5 بنات في العائله عتيدك، وعندنا اخوه اولاد ربي يعيشهم. لكن كان بابا يحرص علينا في القرايه، يحرص علينا باش ديما نكونوا كيما اخوتنا. كان يحفظنا القران كيف ساعات ساعات يقولوا له دوير وهكا وبعض العمومه ولا حتى امي، يا اخي بالله تقري فيهم البلاد هذوما لواش يا اخي ناوي تحط لها كبوس انت موته وتاخذ راجل. اش كان يقولها؟ يقولها انا نحب بناتي كما كان يحب سيدنا بناته صلى الله عليه وسلم. انا نحبهم يقراوا باش يولوا في في المجتمع سيدات مجتمع، مش بالنفخه ولا بالعلو على الناس ولا الافتخار، بعلمهم مكانتهم. بالله يقولوا لي انا كل اخت نقابلها وكل خيه هكا صغيره ولا طفله صغيره ونقول لها علاش ساعات اكثر كي علاش انت هكا معتزه باسلامك؟ تقول لي خاطر رباني بو وام معتزين باسلامهم. بالله يقولوا لي احنا نخوفون، المثال هذا يخوف. الناس اللي تحب سيدنا تخوف، الناس اللي تحب المراه وترفع سيدنا اش قال للاباء؟ قال له اللي عنده بنت 3 بنات ورباهم بالكدا عنده الجنه. فقالوا الصحابه واللي عنده 2 هو كيف قالوا اللي عنده 1 كيف. بالله يقول لي رجال اللي تسمع الكلمه دي وتحطها في قلبها وتطبقها مع بناتها نخافوا عليها من المجتمع؟ ما نتصورش. حاجه اخرى، عندنا كنوز حقيقه في ثقافتنا الاسلاميه، في تاريخنا التونسي الاسلامي، اللي ساعات ما يقولولناش وما قالوش لاولادنا ونحاول حتى بالمناهج التدريسيه. علاش؟ باش يجعلونا شعب ويجعلونا نساب لا ذاكره. يا خويا انا نحب روحي امراه متحرره، وانا ان شاء الله امراه متحرره، وان شاء الله انتم زاد اللي معايا واقفين هنا نساء متحرره، خاطر ما ثماش كلمه حريه. نحب روحي زاد امراه حديثه تخدم تتعلم اللغات. اي نعم نسافر انا ونسافر برشا مرات برشا بقايا في بلاد العالم نزورها، ونلاقي برشا مسلمات كيفكم، ونلاقي برشا من بداياتنا. لكن اش معناها؟ معناتها ننسى على ذاتي؟ معناتها ننسى انا بنت شكون وبنت اي وطن وبنت اي تاريخ وبنت اي دين؟ ننسى اخلاقي الاسلاميه؟ ننسى شخصيتي العربيه التونسيه؟ لا ابدا، نهزها معايا خاطر هذيك ثمينه ثمينه ثمينه. علاش؟ خاطرك القران هذاك اللي تعلمته وانا صغيره واللي نحبكم تعلموه لبناتكم واللي عارفه برشا علمتوه لبناتكم وان شاء الله لاولادكم، هذاك فيه كنوز لا تفنى، تخليك فخوره انك امراه، تخليك عزيزه حاسه روحك اللي انت ما كيفك حد. تتصوروا يا بنات اغلب كي نقراو فقط كي نقراو نبداو المدخل ذاك الاول بتاع السوره الكريمه سوره النساء، اش يقولنا ربي سبحانه وتعالى فيما معناه الايه. مرتين يقولنا اتقوا الله. التقوى الاولى علاش؟ اتقوا ربي، خافوا ربي يا ناس، خافوا ربي في بعضكم، احترموا بعضكم،
يساعدوا بعضكم. علاش؟ خاطر ربي سبحانه خلقكم من ذكر من نفس واحده، عنصر واحد. وشوفوا من رحمه ربي النفس في القران مؤنثه، يعني العنصر الاول اللي تخلق منه سيدي بنادم امراه وراجل ربي اعطاه اسم مؤنث. قد يكون هو رمزي، لكن يا خويا رمز نعتز به انا. لغه القران تخاطبني حتى في مفرداتها. حاجتي خلقوا من نفس واحده وبث منها رجال كثير ونساء، جاب منها رجال ونساء برشا باش يتقابلوا، باش يعملوا شعوب، باش يعملوا فاميليات، باش تكون بيناتهم موده ورحمه، يقول لنا في سوره اخرى. ثم يزيد التقوى الثانيه، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. يا سيدي بنادم بعد ما تطلب منك ربي سبحانه كنت امراه ولا راجل انك تتقيه وتخاف منه، يطلب منك باش تتقي، باش تخاف ربي فاش العلاقه اللي تنمو في الارحام، يعني صله الرحم. في صله الرحم وفما حديث قدسي حلو ياسر اش يقول لنا ربي سبحانه؟ يقول خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي. فشوفوا يا خياتي هالدين هذا، هالثقافه الدينيه هذه اللي تعطيكم يعني انت حامله الحياه، انت صاينه الحياه. بعد المعجزه الاولى في خلق ربي سبحانه الحياه تصبح كل واحده منا في وقت ما فتصبح كانها تعيد هذه المعجزه الحياه. وربي جعلنا عنوان للرحمه كامراه، كأم، كأخت، كمواطنه. وحتى ما تجيبش صغار عندها الحنان هذا، وحتى ما تزوجتش عندها دور في هذا. وحتى يا سيدي اللي معناتها ساعات في وقت ما تشعرش بالحنان هذايا، يجي وقت وتشعر به. ايش معناها؟ هذا تكريم للمراه ولا لا؟ هذا معزه للمراه ولا لا؟ باش يقول للانسان ان الكتاب اللي اعطاني هذا، اللي الدستور اللي اعطاني هذا، اللي المنبع اللي اعطاني هذا، كيف نتبعه، كيف نسمعه، كيف نحب نعيش به، باش يوخرني ثاني ابدا. يرفعني في حياتي وفي مماتي، يرفعني باخلاقي ويجعلني هدف سامي. وهذا اللي نحبه من وخياتي. هو نقول لكم احنا اذا نحبوا نقنعوا الغير، اذا يحب كل تونسي وتونسيه جارك اخوك بنت خالتك في عيدك تفهم علاش الاسلام غالي في تونس، وعلاش نجمنا نحافظوا عليه، وعلاش ان شاء الله بشارة خير، بشارة خير لينا، بشارة خير لكل التوانسه، حتى اللي مش مؤمن يا سيدي. هذيك حاجه بينه وبين ربي، مغطيه راسها ولا مش مغطيه، هذيك حريتها. وانا بالمناسبه نحب نقول لكم اللي لازم المراه اللي مغطيه راسها وتفضل مغطيه راسها تكون هي الضامنه نتاع حريه المراه، ما تحبش تغطي راسها وتقول لا يا خويا كيما انا اخترت بكل حريه، نحبك تحترم حريه الاخر. تعرفوا علاش؟ خاطر الحريه غاليه وخاطر ربي سبحانه. ولذلك ما تتصوروش من احسن الاشياء، ما نعرفش لازم اخواتي لما تتذكروها، لكن الايه القرانيه اللي تحكي لنا على علاقه الزوج والزوجه، ايش تقول لنا؟ هن لباس لكم وانتم لباس لهم. شو ما احلاها. مره عملوا بركه في مركز فرنساوي قال ليتيود فيمينين اون اسلام، يعني الفيمينيتي والاسلام. قلت لهم الايه هذه، فما واحد قال لي شنو يعني معناتها الراجل ديما مهيمن على المراه؟ قلت له لا يا سيدي، فيها تبادل. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. ربي يقول لي اللباس ايش يعمل لك؟ اللباس يزينك، اللباس يسترك، اللباس يدفيك، اللباس يحميك. بالله يقولوا لي وكان نقراوا الايه هذه ونفسروها لبعضنا ولزواجنا ولاصحابنا ونقولوا عيشكم خير في الاسره، كونوا انتم كونوا لباسا لهم ولباسا لهن. شوفوا المعاني الحلوه في ثقافتنا، هذه المعاني اللي نحبوا نحملوها احنا في الاسره. هذه المعاني ثم قال لك شادين يخرفوا شادين عاملين لي فزاعه، قال لك اسم وراء جماعه النهضه باش يرجعوا 4 نساء. شنو التخلويد هذايا؟ شنو التخلويد؟ هل هذه اولوياتنا؟ احنا اولوياتنا انه الاسره التونسيه تكون اسره سليمه، انه الاسره التونسيه تكون اسره متماسكه. اولوياتنا ان اولادنا ينجحوا، اولوياتنا ان التحابب ما بين الزوج والزوجه متعاونين. وانتم نعرف كما قالوا لي في فرنسا، قالوا لي نساهم كابابليه وصحاب كبار. نعرف اللي انتم اكثركم رجالكم تمشي للبحر وفما فيكم تخدموا في المعمل. علاش؟ مش خاطرها تحب تربح الفلوس وتشري الصياغه، ولا خاطر تحب تقري الاولاد هكاك ولا لا؟ خاطر تحب تكون هكاك ولا لا؟ على خاطر تحب تهز معاهم دون القفه، ولا خاطر تحب تبني معاها الاسره. هذه كلها معاني اسلاميه.
راهو الاسلام مش معناتها انه العبد يتكلم بالفقه ويجيب حاجات صعيبه ما تتطبقش. الاسلام هو حسن الخلق، الاسلام هو التعاون. شوفوا محلاها كلاسيك، قال لك اللقمه تضعها في فم زوجتك صدقه. فقال لك الزوجه كي تبدا لاباس عليها ما شاء الله وتخدم ومترفهه ولا وارثه وتعاون زوجها، هي تأدي في واجب نحو عيلتها وربي يكتبه لها اجر. معناتها دوبي كيف تجي انت تقول لي زعما باسم الحداثه وباسم التحرر المراه وحقوق المراه تحب تبث لي بلبله في الاسره التونسيه، او نحبوا الميراث قد فهمتوا انت علاش الميراث الساعه باش تقول لي قد تحب تحلي حرب في الاسره التونسيه؟ تحب تكرهني الاخوه في بعضهم؟ صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ قبل ما تجي تحط لي البرشا ما بين اخو واخت وتقول لها انت حقك وانت حقك، افهم الساعه علاش ربي يعمل الميراث هكاكا. تي هو كي تبدو تقراو في ايات الميراث في سوره النساء يقول لك مش برك الخو والاخت والعمه ولا يعني الورثه بالفرض ولا بالتعصيب عندهم الحق في الورث، يقول لك حتى جارك الفقير وابن السبيل ياخذ. إذا غاية قرآننا النبي إنه تبدا ثم ثروة والتعاون تتوزع بعد الممات، تتوزع على الناس الكل، تتوزع كما قلنا بار السوليداريتي، تتوزع على أفراد الأسرة. يقول القايل هو ذاك فلان خدا خير مني، أكن يخدا أكثر منك ولا خير منك. أولا هو حكاية مسألة حقوق وفما تعادل في الحقوق وفما توازن، لازمنا نفهموه التوازن وما يعدوهاش علينا. وحاجة أخرى، ما بيناتكم تضامن من نوع آخر، هو أخوك وأنت أخته. ما بيناتكم رابطة، هو أخوك وأنا أخته. بالله أنا أغلى الرابطة ذيك، أنا أغلى كعلاقة الأخوة الحميمة اللي وقت نطيح خويا يهزني، وقت نطيح هو أنا نهزه، اللي معناتها هذه ربي واللي معانا هكا واللي نحسوهم في نفس المشروع، نعرف اللي أولوياتهم هي إنجاح النموذج التونسي والتنمية في تونس. شنو زي نقول لكم اللي نهمكم هو انكم انا نراكم كنساء تونسيات، يعني كل واحده فيكم عندها ميسيون، عندها مهمتها شنو؟ انجاح اسرتها. خاطر سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا كل امراه راعيه في بيت زوجها وكل راع مسؤول عن رعيته. خذوا المسؤوليه هذه جديه، خذوها بجديه. اذا حابه تخلي الزوج لعمل او لنشاط او يحبكم انكم تكونوا قد المسؤوليه هذه، مش معناها تخلوا كل شيء تحمل على كتافكم، خاطر نحبوكم زاده عندكم كلمه حق، نحبوكم تعرفوا تطلبوا حقوقكم بالحسنى، ادفع بالتي هي احسن. وان شاء الله نعرفوا اخواننا واعيين كذلك بضروره مشاركتهم في حمل الاسره، في توجيه الابناء، في رعايتهم، في السهر على راحتهم. حاجه اخرى اللي يعجبني فيكم هو نشاط نشاطكم يسمع تعليم، وانكم انسان نشاط، سواء كنتم موظفه، سواء كنت عامله، سواء تكونوا مخلصات في العمل هذا. ولكن تعرفوا حقوقكم، كل وعيت بحقوقكم. تتصوروا انه القران وكذلك السيره النبويه النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثير من الاحاديث اللي تقول لنا شكون اللي يحترم العامل، كان يفوز يدين العامل، اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. حاجه اخرى من الاحاديث اللي تعجبني وديما انا ساعات نحكيها لبناتي والمحاضرات نمشي، انه قال سيدنا صلى الله عليه وسلم نهار ماشي هو وجماعه من الصحابه، شكون يرى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها، امراه مش من امراه، قال لك برنسيس مش امراه باخلاقها، يراها خارجه من الغيط، يعني من الزرع بتاع زوجها وهي حمل، فيوقف لها سيدنا ويقول لها يا اسماء ما تحبش تركب، معناتها راها تعبانه. شفت المراه معناتها الظريفه المؤدبه، برغم ان هو سيدنا سبحانه مشرف الركبه وراه، لكن قالت له ما تعرف الزبير بغيان شوي يلا هزي، فهزلها حملها وعاونها. قال لهاش يا اسماء ارجع للدار وما تعرفش تخدم، قال لهاش مش بيك تخدم ووجهك الناس كلها ترى فيه، ما تكروش ما نكروش. قال لهاش عيب يخليه يخدم فيك، عيب يخدم فيك وهو قاعد يعمل في حاجات اخرى، ما قالهاش علاش، بل يعني تطلب ربي باش يبارك لها. علاش؟ خاطر واحد جنب
هي بعد رجلها، خاطر وقتها الظرف كان صعيب وهي تعاون فيه. تتصوروا المرأة هذيك هي ربي مش بارك لها هي ورجلها في نهاية عمره سيدنا الزبير بن العوام ولد عنده مال من الأملاك ومن المال يعني تنمو كثر المال بتاعه. وقت اللي توفى كان الناس تخلي عنده الأمانات زادة، وكانت الناس تتعامل مع ناس وانتوا في 3 مواسم حج، في كل حج يبذل يؤذن في الناس، يعمل يا ناس يجوا خذوا اللي عندكم ودائع عند بابا ولا يلي تتعاملوا مع بابا في التجاره عندكم شيء. شوفوا معنى ربي بارك له بعمله هو بركه قطعا. هو انسان يعني ونعرفوه مع ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بارك له زاد بعمل لك المراه اللي كانت معاه. فانتوا يا خواتي مجهودكم بركه كذلك في بيوتكم. هذا كله من تكريم. جوزت وقتي ولا نزلت شيء؟ لا طيب قولي لي عنها، ما خدش وقت الناس. فهذا اللي نحب نقوله لكم على دوركم كنساء مسلمات، كنساء تونسيات، لانه احنا جايين هنا باش نرفعوا تونس، ان شاء الله نخدموا مع بعضنا باش بلادنا، باش اسرنا تبدا الاسر الناجحه، باش مدينتنا تبدا المدينه الناجحه، باش بلادنا تبدا البلاد الناجحه. وهذا ما ينجموش يعملوا الرجال وحدهم، وما تنجموش تعملوا النساء وحدهم، تعملوا النساء والرجال. فاذا كان في موجب انه نشجع اخواتي، نشجعكم انكم تكونوا يعني مثال للمراه التونسيه زينه تقيه ناشطه المواطنه، باش تكونوا مثال، هذا مثال لبناء تونس غدوه. احنا ما قامتش الثوره هذه كل، ما فماش ناس صحت منذ 30 سنه باش نقولوا للمراه شد الدار وكهو. صحيح هذا ما يعنيش اني نقلل من اهميه الدار راهي، لا بالعكس، نحن نحب الرجل وكرامه الام قبل كل شيء. الام تكون محترمه. امبارح نقرا في ارتيكل ولا اختي اليوم تقرا فيه زاده اش قالت علاش معناتها نعطيو نص عمل وقت عمل للمراه الام، معناتها تصور تبع ايش بيه؟ علاش ما نعطيهاش نص وقت عملي؟ قالت لك لا ماهيش مساواه مع الراجل. انا مساواه تحكي لي، انا نحب مساواه في حقوق اخرى، نحب مساواتها في حقوقها السياسيه، نحب مساواتها في حقوقها كعامله، نحبها، لكن كيف تاخذ هي والطالب، وخاصه اذا المراه العامله قالت انا نحتاج نهار نص وقت عمل، علاش؟ باش تعيش امومتها، باش ترعى اولادها، باش ترتاح، باش تكون منوره في بيتها، علاش نحرمها منها؟ هذه المساواة الجافة، مش هذه اللي نحبوها مساواة في رحمة، مساواة في اعتبار خاصيات المرأة وخاصيات الرجل، نحبوها مساواة في تكامل، هذا اللي نحبوه مجتمع تونسي نساوي رجال اليد في اليد. هذا هو الإسلام الحداثي، هذا هو الإسلام اللي احنا نحبوه نروه في تونس، إسلام تنمية، إسلام احترام، إسلام كل حد في عرض حقوقه. وإياكم تصدقوا إنه الإسلام اللي عشنا من أجله، الإسلام اللي نحبوه يدخل في قلوبنا وينور بصائر أولادنا، وإن شاء الله يكون جزء من هوية تونس، ماهوش فقط إسلام كما ساعات يقولوه رجعي. وكل الرجعية هي اللي قاعد يحب يحكمني ويحب يجيب لي أفكاره تاع سنوات ال70 اللي باركت أوروبا واللي فقرت لي ألبانيا واللي طيحت روسيا، هذه هي الرجعية. أما إحنا بإذن الله أفكارنا أفكار تقدم، أفكارنا أفكار غدوة، خاطر حتى الحزب الإسلامي اسمه نهضة، علاش نحبوا ننهضوا بالعدل في فكره، في قلبه، في عمله، في حقوقه، في حريته. إن شاء الله النهوض هذا باش يكون نهوض تنموي، باش يكون نهوض أخلاقي، باش يكون نهوض إنساني. والمرأة كما قالت لنا أختنا اللي قدمتنا نص البشرية، نص الإنسان، نص الجميل، نص الرحيم، نص الصبور، نص العاقل، نص اللي يكمل دين الراجل. يقولوا اللي يتزوج يقول كمل دينه. فإن شاء الله ربي يكمل على تونس بناتها، ربي يكمل على تونس برجالها، ربي يكمل على تونس فيكم أنتم. وراهو يا خواتي بالنسبة لنا احنا المجتمع اللي نحبوه هو المجتمع
اللي صورة للآية القرآنية في سورة الرحمن شكر لنا ربي. يعني خلق الإنسان علمه البيان، ربي خلقنا أعطانا البيان، البيان مش فقط لغتنا اللي نتكلموا بها، وكالحكمة لصاحب اللغة، وكالعقل اللي يرشد اللغة. وزاد واش قال لنا ربي سبحانه؟ ايش عمل في الأرض بعد ما خلق الإنسان وأعطاه البيان؟ وضع ميزان. الميزان هذايا بالفرنساوية يقولوا له ليكيليبر. ليكيليبر، توازن في كل بلاصة. يقولوا له العدل، لا جوستيس، اتر جوست، لا جوستيس يقولوا العدل. إذا المجتمع اللي نحبوه احنا كنساء كرجال هو مجتمع فيه ميزان، فيه ميزان الحق، فيه ميزان الحرية، فيه ميزان الإنسانية، فيه ميزان في كل شيء. فإذا اتبعنا هذا الميزان في قلوبنا مع ولاداتنا مع وخياتنا مع غيرنا، وفقنا في الرأي ولا ما وفقناش، بإذن الله نعطيه وجه جديد، وجه حضاري للإسلام، وجه جميل لن يسر التونسيين فقط أيا كانت مذاهبهم ونحن نحترمها، أيا كانت عقيدتهم ونحن نحترمها، أيا كانت خياراتهم السياسية والاجتماعية ونحن نحترمها، سيسرهم هم قبل أن يسرنا نحن، والتوفيق بالله بإذن الله للجميع. السلام عليكم.